سميح. والدكتور هو من الرجال أو من العلماء، خلينا أقول، الذين كتبوا في الإسلام أو ما يسمى بالإسلام السياسي، وله باع طويل في الحركات السياسية الإسلامية. سنبدأ معه ثم يليه الأستاذ وليد ويعقب الأستاذ أحمد. نبدأ مع الدكتور سميح حمودة في هذا. شكرا جزيلا. وإن كنت أعتبر نفسي عالما تلميذ أتعلم دائما ولن نصل إلى درجة العلماء، أشكر بيت المقدس على هذه الفرصة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. الكتاب يتطرق لظاهرة خطيرة طبعا، وهي ظاهرة نعيش نتائجها وأحداث مرتبطة بها في كل ساعة. يعني دائما هناك على موجات الأثير والتلفاز ما يشير إلى الصراع بين جماعات ظهرت في الفترة الأخيرة تطلق على نفسها جماعات إسلامية وتتبنى مذاهبا يعني الكثيرون يعتبرونها متطرفة لأنها تكفر الآخرين وتستبيح سلامهم. الكتاب يتطرق إلى مشكلة قائمة وخطيرة جدا، لأن نتائج الصراع بين التكفيريين ومجتمعاتهم أدت إلى دمار وخراب كبيرين، وأدت إلى سفك دماء كثيرة، وأدت إلى سطوة الأعداء، يعني زيادة سطوة الأعداء على بلاد المسلمين وتحكمهم بها، سواء أمريكا أو الدول الغربية الاستعمارية الأخرى أو إسرائيل. وبالتالي يجب تناول هذه الظاهرة كما يطرح الكتاب تناولا علميا عقلانيا، وتدرس في جذورها وأسبابها والعوامل التي أدت إليها. طبعا أنا سأطرح بعض الأفكار التي تعتمد على ما جاء في الكتاب وتزيد عليه، ثم في نهاية الطرح يعني سأتحدث عن بعض نقاط الضعف في الكتاب من أجل يعني معالجتها وتقديم الكتاب بصورة أفضل. وأعتقد أن الدكتور أحمد سيتحمل مني مثل هذا الأمر، لأنه الإنسان دائما مهما بذل من جهد فجهده بحاجة إلى من يكمل ويتابع ويحسن. لكن الكتاب بشكل عام يتحدث عن الظاهرة بطريقة يعني فيها نوع من العمق والقدرة على التحليل. يبدأ بتعريف طبعا التكفير، وأنا أعتقد أن المشكلة ليست في التكفير، يعني هذا ما لم يطرحه الكتاب، ولكن أنا أعتقد أن المشكلة ليست في التكفير، لأن التكفير ظاهرة دائما ستكون موجودة، يعني كانت موجودة وستكون موجودة. لأنه ما هو التكفير؟ التكفير مقترن بالعقائد، والإنسان والمجتمعات لا تعيش بدون عقائد، وبالتالي من لا يحمل عقيدته فهو كافر به بكل بساطة. المسيحي ينظر للمسلم على أنه كافر بديانته أو فهمه للديانة المسيحية، واليهودي ينظر للمسلم والمسيح على أنه كافر بديانته، والمسلم ينظر لمن لا يؤمن بالله ورسوله وكتابه وأنبيائه كأنه كافر بهذا. هذه ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية، لأن العقائد تختلف، ومن يتبنى عقيدة يعتقد بأن غيره من الناس الذي لا يتبنى هذه العقيدة هو كافر به. المشكلة ليست هنا، المشكلة حين يتحول هذا التكفير إلى تبرير للعنف وسفك الدماء، وحين تتوسع دائرة التكفير بحيث يصبح أي إنسان يخالفني بالرأي، يخالفني أنا بالرأي، هو كافر بما أنا أؤمن به، وبالتالي أستحل دمه وأستحل أمواله وأستبيح عرضه. إذن التكفير بحد ذاته ليس مشكلة، المشكلة فيما يتبع هذا التكفير من أمور. يعني الآن إحنا لو جئنا إلى الإسلام نجد أن التكفير منصوص عليه في القرآن الكريم،
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. تكفير واضح في القرآن الكريم للذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. إذن في قوم من بني إسرائيل كفروا ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. فهذا الأمر موجود وواضح، ولكن لو رجعنا إلى الإسلام لوجدنا أن تعامل الإسلام مع التكفير يأتي من باب الدعوة والمحاججة. الدعوة والمحاججة بمعنى أنه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وبالتالي الإسلام لم يضع قاعدة أن من يكفر بالإسلام يقتل يسفك دمه، وإنما هو إنسان ربما ضل الطريق، ربما تربى على عقيدة أخرى، ربما لم يعرف الحقيقة. فالعلاقة بينه وبين المسلمين هي علاقة دعوة وعلاقة حوار. ثم إن رفض الإسلام، إن رفض أن يدخل في الإسلام، قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ونهاية الآيات لكم دينكم ولي دين. ونزل القرآن بالحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حسابه عند ربه. لذلك لا يمكن لنا أن نقول أن الإسلام لا يوجد به مسألة التكفير وظاهرة التكفير، ولكن معالجة الإسلام لهذه الظاهرة كانت معالجة حكيمة فريدة، وهي تعتبر أن الإنسان الذي يكفر يناقش ويحاجج ويدعى إلى الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. ثم إن اختار الكفر فهذا شأنه وعقابه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يعاقبه إلا إذا اعتدى. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا موقف الإسلام من التكفير. ولذلك نجد أن أول ظاهرة تكفيرية ظهرت في تاريخ الإسلام ويتحدث عنها الكتاب هي ظاهرة الخوارج، الذين كفروا المخالفين وكفروا أصحاب الكبيرة وكفروا عليا لقبوله بالتحكيم وكفروا معاوية. كيف تعامل معهم الإمام علي؟ كيف تعامل معهم الإمام علي؟ الإمام علي كان يعتبرهم من الضالين الذين بحاجة إلى معرفة الحق، وكان يرسل من يناقشهم، وكان ابن عباس أيضا يتباحث معهم وأرجع كثيرا منهم إلى حظيرة الطاعة للإمام علي وترك فكر الخوارج والتطرف. إذا هذا الفهم للإسلام يجعل هناك حلا لظاهرة التكفير، يجعل هناك حلا لهذه الظاهرة عندما تصبح اعتداء على الآخرين واستباح. يعني لا يسمح الإسلام بتحويلها من المجال العقائدي والمجال الفكري والمجال الإيماني إلى أن تصبح ظاهرة في الحياة تتسم بقتل الآخرين وسفك دمائهم لمجرد اعتقادهم، وإنما الواجب هو دعوتهم ومحاججتهم. إذا هذه الظاهرة أيضا كما يقول الكتاب ليست مقتصرة على الإسلام، هي موجودة في كل التواريخ وفي كل الحضارات، وموجودة في المسيحية وموجودة في اليهودية. كظاهرة يعني اعتبار الآخر الذي لا يؤمن بعقيدته كافر موجود في العقائد الأخرى. معالجة هذه الظاهرة في العصر الحاضر تصر معالجة هذه الظاهرة، نقصد في الإعلام الغربي وفي الدول الغربية والأنظمة العربية، تصر على أن هذه الظاهرة ظاهرة إسلامية، وهذا الأمر غير صحيح، لأن هذه الظاهرة موجودة في غالب المجتمعات، وموجودة، وهنا أختلف مع الكاتبين، وموجودة بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية. يعني هنا يوجد تركيز في الكتاب على أن ظاهرة الفقر والتهميش والاضطهاد السياسي هي سبب من أسباب ظاهرة التكفير، صحيح، ولكنها ليست الباعث الحقيقي، لأن هناك مجتمعات ثرية وغنية وتتبنى التكفير. يعني مثلا المملكة العربية السعودية مملكة ثرية غنية، الإنسان فيها مرتاح، الوضع الاقتصادي جيد، ولكن المذهب الوهابي تكفيري
بدرجة عالية، ويكفر الكثير من المسلمين. يكفر الشيعة، يكفر الصوفية، يكفر الأشاعرة، يكفر الماتريدية، أغلب الفرق الإسلامية أو المذاهب الإسلامية التي تختلف معه يكفر. فلا يوجد هناك علاقة سببية بين الفقر والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والتهميش السياسي وبين ظاهرة التكفير، ولكن قد تكون هذه الأحوال أحد المشجعات والعوامل المساعدة على انتشار هذه الظاهرة. ما أريد أن أركز عليه، وأعتقد أن الكتاب يجب أن يذهب إلى التركيز عليه، هو أن ظاهرة التكفير وتحويلها إلى ظاهرة عسكرية، بمعنى كما فعل الخوارج قتل الآخرين وقتالهم، مرتبطة بالوعي، مرتبطة بالوعي وبتفسير النصوص الدينية، ومرتبطة بربط هذه النصوص بالواقع. يعني بمعنى أنه إذا الإنسان عنده اجتهاد ديني أو يتبع عالما معين أو حزبا معين لديه اجتهاد ديني، وهذا الاجتهاد الديني ليس نصا منصوصا عليه في القرآن وليس حديثا نبويا، وإنما هو اجتهاد. إن كان هذا الإنسان يعطي العصمة والقداسة لهذا الاجتهاد ويلغي التفكير به ونقده أو محاولة مساءلته ويتبعه اتباعا أعمى، فهذا يعزز ظاهرة التكفير كما نجد في واقعنا المعاصر. يعني واقعنا المعاصر نجد أن هذه الحركات التكفيرية تطلق على الشيعة لقب الرافضة، وتجمع جميع الشيعة بجميع تياراتهم وجميع علمائهم وجميع مذاهبهم، وتغض النظر عن كل اختلافاتهم وتطلق عليهم هذا الرأي وتدعوهم بلقب الرافضة، ثم تأتي بفتاوى سابقة وأهمها فتوى ابن تيمية بتكفير الرافضة، فيصبح كل هؤلاء الناس كفر. وبالتالي هنا يوجد عندنا رأي، هذا الرأي صادر عن مرجعية علمائية أو حزبية دينية، يصبح عند الأتباع دون تفكير، دون وجود وعي بأن التشيع مثلا يضم فئات وحركات واجتهادات متباينة ومختلفة جدا، وبعض الشيعة يكفر حتى البعض الآخر، وبعض الشيعة يرفض قضايا أساسية عند البعض الآخر. هذا لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الوعي. فلذلك أنا أعتقد أن المشكلة هي في الوعي. الآن كيف يندفع الإنسان إلى هذا اللاوعي، إلى هذا اللاوعي ويصبح قابلا لاتباع هذه الجماعات؟ قد تكون الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سببا في ذلك، ولكن علاج هذه المسألة لا يأتي فقط من خلال معالجة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما يجب أيضا معالجة الوعي بأن هناك تفاصيلا كثيرة في المسائل، وبالأخص في مسألة التكفير يجب أن تدرس ويجب أن تبحث. وكما قال علماؤنا أن مسألة التكفير هي حكم شرعي، بمعنى لا يجوز لأي إنسان أن يصدر حكما بالتكفير على إنسان آخر. يجب أن يصل الأمر إلى القضاء، يجب أن يصل الأمر إلى العلماء المتبحرين في الدين. فلا يكفر الإنسان مثلا إذا كان مضطرا، لا يكفر الإنسان إذا كان متأولا، لا يكفر الإنسان إذا كان جاهلا، بل قال العلماء لا يكفر الإنسان إذا كان يتبع عالما هو بيتبعه، يعني هو لا يدرك تفاصيل الأمور ولكن يتبع عالم، وهذا العالم طرح رأيا فيه كفر. فلذلك علماؤنا جعلوا هذا الأمر في غاية الدقة ولم يتركوه للعامة كل إنسان يصدر فيه حكم، وإنما رفعوه إلى مستوى القضاء. وإذا تتبعنا التاريخ الإسلامي، تاريخ المسلمين الذي نفتخر به طبعا، في تاريخ المسلمين لم يكن يحكم على أحد بالردة أو الكفر إلا باتفاق القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الإسلامية الأربعة، الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، يجتمعوا الأربع قضاة وينظروا في الأمر ويأتوا بالمتهم أو بالرجل الذي يعني قيل أنه كفر ويناقشوه ويجادلوه،
ويناقشه بالحجج، فإن أصر على رأيه ورأيه واضح الخروج عن الدين يكفر، وإلا فلا يكفر. فلذلك نحن لا نجد في تاريخنا الإسلامي هذه المسائل كثيرة الحدوث. لماذا؟ لأن هناك دقة فيها. إذن الظاهرة موجودة عبر التاريخ، عندما تتحول إلى ظاهرة عنفية تصبح مشكلة، وعندما يكون هناك نقص في فهم النصوص أيضا يكون هناك مشكلة، وعلاجها يكون بالعلم، وبالعلم المتبحر الواسع الذي يدرك مغازي وأهداف الشرع الإسلامي. الشرع الإسلامي، الشريعة الإسلامية، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه القاعدة تناقض المنهج التكفيري الذي يذبح الناس ويقتل الناس. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء لكي يرحم الناس، ومش اللي جاي يرحم الناس بيذبحهم وبيسيب دمائهم وبيصورهم وهو بقص فروسهم، أو بيصورهم وهو بيغرق فيهم، أو بيصورهم وهو بيحطهم بسيارة بفجرها. هذا ليس منهج محمد بدليل القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، محمد قضى الكفر، ولكن كم رجلا قتل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم رجلا ذبحه محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء القرآن ليخاطب العقل ويخاطب النفس ويخاطب الروح، وهذه القوة الأساسية في الإسلام، وليست قوة الإرهاب واللجوء إلى تكفير الناس وتنفيرهم. فلذلك هذا الوعي بالنصوص وبمقاصد الشريعة الإسلامية يغيب عن هذه الجماعات، لذلك لا نجد فيها علماء معروفين. يعني حتى الأسماء التي تذكر في الجماعات التكفيرية ليست من أصحاب العلم والذين لهم باع في الدعوة الإسلامية وفي مقارعة الأفكار المخالفة للإسلام. لا نجد لهم كتبا في ذلك، وإنما كتبهم جميعها تركز على مسائل التكفير وتبرير ما يقومون به من أفعال. المشكلة الأخرى التي أدت إلى ظاهرة التكفير ويتطرق إليها الكتاب، وإن كانت بحاجة إلى معالجة أفضل في إطار تاريخي، هي مسألة المواجهة مع الغرب. المسلمون في تاريخهم كان لهم السيادة الأولى في العالم، إلى أن بدأت الحضارة الأوروبية الغربية تزدهر وتنهض وتبني قوة، وأصبحت هي المسيطرة على بلاد المسلمين. وهذه السيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية تبعها اختراق للثقافة، اختراق للمفاهيم، اختراق للقيم، اختراق للسلوك. يعني احنا أصبحنا أمام موجة من تحدي كل شيء في حياة المسلمين. تحدي ثبوت القرآن، تحدي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تحدي عصمته، تحدي أميته، تحدي أفعال الصحابة. كل شيء أصبح عليه شبهات ووجوه. ردة الفعل التي حصلت عند المسلمين كان فيها نوع من الغضب والغضب الشديد، إنه أي إنسان يقترب من هذه الحضارة ويتبنى بعضا من مفاهيمها يكفر. يعني أنا أقول لكم، كان في العهد العثماني حرب، في العهد العثماني أواخر العهد العثماني عندما بدأ الغزو الأوروبي، كان هناك حرب بين المسلمين بين من يلبس البرنيطة الغربية وبين من يتمسك بغطاء الرأس الإسلامي الذي كان شائعا في بلاد المسلمين. واعتبر المحافظون على غطاء الرأس المعروف إسلاميا من يلبس البرنيطة كافر، وسموها الكفرية، يعني من يضعها على رأسه يكفر، لأنه يتشبه بالغرب، باليهود والنصارى. الدخان، حين اختلف المسلمون في حكم الدخان، كان يعتبر من يدخن كافرا ويقتل، لأنه الدخان جاء عن طريق أمريكا واكتشاف أمريكا وغيره من الأمور. فأصبح عندنا حساسية كبيرة جدا لكل ما يتعلق بالغرب الذي يضطهدنا ويستعمرنا ويسرق ثرواتنا. فلذلك أي إنسان يتحدث عن الليبرالية كافر، أي إنسان يتحدث عن العلمانية كافر،
أي إنسان يتحدث عن الاشتراكية كافر، دون أن ندرك ما هي المضامين، ما علاقة هذه المضامين بالفكر الإسلامي، ما علاقة الديمقراطية بالشورى، ما هي نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق، هل تأثر الغرب بنا أم لم يتأثر بنا عندما تبنى هذه المبادئ والأفكار. فلذلك هذه الحساسية التي هي ناجمة عن الغزو وناجمة عن الاضطهاد أدت إلى تشتت في الفكر الإسلامي. يعني لم تعد القاعدة إنه تعالوا ندرس. يعني الإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي، كفر الفلاسفة الذين اتبعوا اليونانيين في إلهياتهم، ابن سينا والفارابي كفرهم. لماذا؟ لأنه أجى درس الفلسفة اليونانية ودرس ما قالوا ووجد أن ما تبنوه من الفلسفة اليونانية مخالف للإسلام، أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أن الله خلق الكون من مادة سابقة موجودة معه منذ الأزل ولم يخلقه من العدم، أن الحشر يوم القيامة بالنفس. يعني بمعنى أنه اتبع المنهج الذي يجب أن يتبع في أننا نفصل الأمر وندرس الأمر ونحلل الأمر، فما وافق ديننا قبلنا به وما عارض ديننا لم نقبله. نحن لا نفعل ذلك. يعني الحركات التي تكفر هو مجرد العنوان، مجرد أن الكلمة ليست كلمة إسلامية ولا ينظر في المضامين ولا يحللها ولا يرى علاقتها. فلذلك توسع إطار التكفير وأصبحت الأنظمة كلها كافرة لأنها لا تحكم بالإسلام، وأصبح أيضا من لا يكفر الكافر فهو كافر. مثل أيضا عند الشيعة منهم من يتطرف ويلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير، ومن لا يلعنهم فهو ملعون. يعني هذا التطرف في الفكر وجد بين المسلمين وهو لا علاقة له بالمنهج الإسلامي. المنهج الإسلامي منهج حذر لا يقوم إلا على الدليل القطعي الذي لا شك فيه. طيب دقيقتين فقط. يعني هو الموضوع موضوع حساس ومهم جدا، ومعالجة قضايا الكثيرة يعني بحاجة إلى أكثر من نصف ساعة أو ما يقرب ذلك. لذلك نقول إنه عدم فهم الدين سبب، والتحيز لعالم من العلماء سبب، ونرى أن الجماعات التكفيرية جميعها بلا استثناء تتحيز لآراء ابن تيمية وابن القيم الجوزي ولا تخرج عن اجتهاداتهم ولا تقبل بأن ينقدوا أو توجه إليهم عبارات رفض الاجتهاد، إنما هم يقدسونهم ويعتبرون اجتهاداتهم اجتهادات صحيحة يؤخذ بها ويطبقونها على أرض الواقع. الأمر الآخر هو العلاقة مع الغرب. فلذلك أي إنسان يحكي عن العلمانية، يحكي عن الديمقراطية، يحكي عن الليبرالية، يحكي عن الاشتراكية هو كافر. وأي إنسان لا يكفر الكافر، يعني بمعنى أن الاجتهاد قفز إلى درجة متقدمة، إنه تعال أنا بقول لك هذا كافر، إذا بدكش تكفره أنا بكفرك، وإذا أنا كفرتك معناته زوجتك طالقة منك ومالك. يعني زي ما حصل مع جماعة التكفير والهجرة في مصر حين اتسع الكفر حتى شمل المجتمع بأكمله. معالجة هذه الظاهرة أنا أعتقد أنها يجب أن تعالج بميزان العلم الصحيح وبميزان الحوار وليس بميزان القتل. لأنه أنت عندما تواجه هذه الظاهرة بالقتل والاعتقال والاضطهاد والتعذيب يعتقد هؤلاء الناس أنهم على الحق وأنك على الباطل، ويتمسكون باجتهاداتهم لأنهم يعتقدون أنهم إن ماتوا عليها فهم شهداء. هذه الظاهرة يجب أن تعالج بالحكمة كما كان محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه عالجها في الجزائر حين كانت هذه الظاهرة وتحدث عنها في الكثير من كتبه، كيف كان يناقش هؤلاء الشباب المتحمسين الغاضبين على واقعهم والذين لا يدركون مغازي النصوص، كيف كان يناقشهم نقاشا علميا هذه الموزونة. فلذلك هذه المعالجة. ملاحظات بسيطة على الكتاب. يعني هناك بعض الأشياء التي يجب أن يتجنبها الكتاب. مثلا أخذ بتصنيف باحث أمريكي أرمني اسمه ديك ميجيان للحركات الإسلامية.
ووسمها بالمتشددة والتكفيرية، وتقرأ الجدول بتلاقي كل الحركات الإسلامية فيها كلها بلا استثناء، سواء كانت تكفيرية أو غير تكفيرية. أيضا مفهوم المفاهيم، مع أنه الكتاب في البداية عالج مفهوم المصطلح، وأن المصطلح يجب أن ينبع من الثقافة نفسها ولا نتبنى مصطلحات الغرب، مع ذلك يقع في تبني مصطلح المتطرفة أو المتشددة. يعني كل الحركات الإسلامية كلها في نظر الغرب كلها بلا استثناء هي إما متطرفة ومتشددة وإما تكفيرية. الغرب يعرف الاعتدال في الحركات المتغربة بس، الذين يركعون له ويسبحون بحمده، الذين يوافقون على وجود إسرائيل ويدافعون عن الصلح مع إسرائيل، هذول فقط المعتدلين. أما غيرهم من الحركات حتى لو قالوا نحن نرفض وجود إسرائيل ولم يرفعوا السلاح فهم متشددون متطرفون. فلذلك يجب إعادة النظر في بعض المصطلحات التي استخدمت، إضافة إلى وجود أخطاء مطبعية كثيرة. يعني مثلا سيد قطب أعدم سنة 5691 في الكتاب، وفي المقدمة 1972 بدأ 74 هدم الخلافة بدأ 1924. ويعني بعض الأخطاء الأخرى التي كان يجب التدقيق فيها قبل إخراج الكتاب. ونشكر للكاتبين لهما، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نحو الطبعة أفضل وأحسن تقدم جديدا لجمهورنا العزيز. جزاكم الله خيرا. ونحن بدورنا نشكر الدكتور سميح حمود على هذا الطرح العميق وهذا الطرح الجميل والاستفاضة فيه. فهو أبان لنا بأن التكفير ظاهرة خطيرة ويجب أن نتناولها تناولا علميا عقليا، وأن المشكلة ليست محصورة في التكفير، لأن التكفير مرهون بالدين، ومن يعتقد بغير دينه فهو كافر، والأصل أن نتعامل معها بوعي ومعالجة الوعي حتى نعالج هذه المشكلة. الإسلام تعامل مع هذه المشكلة من باب المحاججة والحوار والدعوة، والإسلام لا يسمح بتحويل هذه التكفير إلى حالة سفك الدماء، بل الأصل إذا بدنا نحكم على شخص بالكفر أن يتوجه إلى القضاء، والقضاء هو من يحكم. الظاهرة كما أشار الدكتور منها موجودة يعني هي في كل المجتمعات وليست مرهونة يعني بالمجتمع الإسلامي أو بالمجتمع العربي. الإسلام ديننا دين رحمة، وآخرا يعني هو قال بأنه المعالجة يجب أن تكون بميزان الحكمة والعلم والحوار، وليست بميزان القتل والسفك والسجن والضرب. يعني بمعنى آخر بدنا نفتح قنوات حوار مع الوعي. الآن ننتقل إلى الأستاذ وليد، والأستاذ وليد الهذلي أيضا هو أديب وكاتب، ونقدر نقول كمان إعلامي جيد، روائي جيد، يعني يمكن أن نستمع منه إلى الكلام اللطيف والجيد. نستمع إلى كلام الأستاذ وليد حول هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية بدي أعطي شوية حرارة للمبنى الندوي، يعني بدي أختلف مع الدكتور سميح في عدة نقاط. لما قلت يا دكتور سميح إنه يعني أخذ بالمقياس الأمريكي في تصنيف الحركات الإسلامية كلها واحد، لا، الدكتور أحمد فرق كبير وميز جدا بين المعتدل والوسطي وبين المتشدد والتكفيري. الدكتور في كتابه فصل بطريقة دقيقة جدا وما كان يعني معمم للموضوع. أبدته حتى كاتب في مقدمتي مقارنة بين مثلا كتاب الدكتور وليد الشرفة حول بعنوانه الجزيرة والإخوان.
عاب على الحركات الإسلامية أنها ثنائية النظرة، أو يعني تقيم الأمور